واحد بيسألني من شوية ايه العظيم في المكان وايه العظيم في اللي انا قلته. بصوا بقى، هرم زوسر مبني في الأسرة الثالثة. جسر مبني في الأسرة الثالثة ودي حاجة معروفة. لكم أن تتخيلوا أن محتب ده أنا في الدور الأرضي، أنا كده من تحت الأرض مثلا بمتر أو بنص متر، بمترين، والهرم مبني من فوق 62 متر، وبعد ما مر ارتفاعه ما يزيدش عن متر ونص، يعني ده الحقيقي. متر 60. بيوريك بقى التشكيلات نفسها بتاعة الأعمدة عاملة ازاي، الأعمدة مكسية ازاي. انسى كل ده بقى وانسى الارتفاعات اللي فوق، بص على تحت. ايه ده بقى؟ يعني انا فوق الارض ب 62 متر وفي تحت حاجة و30 متر. انسى 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 المدخل العظيم اللي جاي هناك ده كله برضو ما تفكرش فيه. على ايدك الشمال هتلاقي مدخل تاني لتحت تاني. انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ الله اعلم. محتب ده كان بيفكر في ايه؟ الله اعلم. لكن الجدير بالذكر بشكل الأبب ان المكان ده بقى معمول للروح. يعني الملك المفروض ان روحه من خلال الجنة بتسكن المكان ده او بتطلع على الارض من المكان ده. سيبك بقى من كل الكلام ده. في بنى اصلا تحت 30 متر، بنى بطوب. الموضوع ومرصوف، يعني حتى هو ما حطاش على حجر وصقل الحجر، لا ده اهتم برصف الحجر. كان مكان رائع. بنى، مدخل تاني، يعني المكان له 4 مداخل. هيودي لفين بعد كده؟ يعني احنا مثلا لو قلنا ان ارتفاع الهرم 62 متر وانخفاض الموضوع ده 30 متر، يعني انا بتكلم تقريبا كده والله اعلم في 100 متر. 100 متر في الاسره الثالثه، وعايزيننا نقول ان بلدنا مش عظيمه. انا بشفق على الناس والله اللي بتقول ان الحضاره المصريه متاخده. بصوا الشجر ده، شجر ممكن يكون من 2700 سنه. يعني دول في التاريخ قديمه ما كانتش حضرت الكلام ده اصلا. الشجره دي اقدم من دول. لو بلدنا مش اجمل بلد في الدنيا هتبقى مين؟ يلا كمل بقى. ايه؟ بصوا ده اللي انا بكلمكم عليه بقى، انه اصلا عامل النفق متر و60 سنتي. احي انتوا بتعملوا فينا كده ليه يا جدعان؟ يعني انا ممكن ادخل نفق زي ده انا مش فاهم ايه اللي فيه والاقي نفسي قدام قبه. وبالمناسبه حوار القبه ده دي ممكن تكون مقاده المشاعل او البخور، لان دايما في الطقوس العباديه بتاعه المصريين القدماء كانوا بيقدموا البخور. طبعا زوسر كان ملقب بحور الذهبي، وده اسم امتهنوا الفراعنة بعد كده ان هم تشكيل من تشكيلات الاله حورس او حورس الذهبي في عهد القوة. مصر اجمل بلاد الدنيا وافضلها، وان ما كانتش مصر هتبقى مين؟ ليكم حق تقولوا ان اصل احنا مصريين بقى مصريين. هرجع تاني قبل ما اودع المكان ده. هنا العظمة كما يجب ان تكون. مصر